شكلنا هنعمل هلا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والله يا جماعة روقان روقان ودلع دلع دلع دلع. ادخل لكم من غير الشنطة، ادخل بالمية بس عشان هعطش بصراحة. الكلام معاكم حلو وبيعطش. نفسي احط رجل على رجل بس الترابيزة صغيرة موت. صباح الفل يا جدعان. عندي موضوع مهم جدا جدا عايز اتكلم فيه وبتاع، بخصوص يوم ميلادي. يعني هنقول ان عنوان الفيديو ده هيبقى ماذا حدث في 22 من عمر احمد السعدي. كانت بتتقال ايه؟ مش عارف، شوف قبل الحذف باين، انا مش عارف ايه. المهم يا جماعه، اتعلمني شويه حاجات كتير يعني بصراحه. اولهم ما تستناش حاجه من حد. ده اول حاجه بصراحه، ما تستناش اي حاجه من حد، من اي حد. ده برضه عشان نبقى متفقين، يعني مش حد معين، لا، ما تستناش اي حاجه من اي حد. و علمني حاجه برضه مهمه جدا، بس دي انا اتعلمتها من زمان. يعني الشخص اللي بينتقدك او اللي انت مش عاجبه، فخليه في يوم من الايام يصبح فان. يعني يفضل متابعك وانت ما انتش عارف ان هو متابعك. فبعد كده هو يجي في موقف ما ويخش مثلا يقول لك كل سنه وانت طيب في يوم ميلادك، الحاجات دي. فيعني خلي الشخص اللي بينتقدك وبيقعد يتكلم ويقول لك لا يا اسطى ومش هتوصل ومش هتعمل ومش عارف ايه، يعني رأيي قول له حاضر، قول له طيب. بس ما سيبك منه حتى لو الشخص ده صاحبك. لو بينتقدك ودايما بينتقدك ودايما نصيحته هي اللي لازم تمشي ومش عارف ايه، فكك منه، استركنه وعرف. فاهم؟ عشان خاطر يعني فيما بعد انت ايه مش هتقدر تركنه، وهتبقى ايه حياتك زي الزفت وبسببك. يعني هي هتبقى زي الزفت بسببك، مش بسببه، هو ملوش دعوه. هو الراجل دماغه متركبه كده. فيعني بلاش قرف يا جدعان بالله عليكم، عشان والله الصحه يا دوبك. المهم يا جدعان، انا هتكلم معاكم في حاجه كده. انا دلوقتي الناس اللي قالت لي كل سنه وانت طيب هم قول 10 اصحابي مثلا. يعني انا مش فاكر هم كام مثلا، والباقيين ناس غريبه. وبقيت الدايره بقى اللي انا كنت لسه بحكي لكم عنها في الفيديو اللي فات وبتاع، مفيش. اه والله العظيم يا جدعان مفيش بجد. ف يعني اكيد اتضايقت. يعني اكيد اتضايقت. لو قلت ما اتضايقتش هبقى راجل كداب. بس اتضايقت موت بصراحه. هو كده كده اليوم خلص وعدى وبتاع، فاهم؟ بس انا كده كده مش فارق لي، يعني مش فارق لي فكره ان هو ايه. بس اللي ضايقني يا جماعه في الموضوع ان انت اديت كتير. فلما نزلت مثلا ان النهارده يوم ميلادك او مش عارف ايه يا جماعه كل سنه وانا طيب وبتاع، مفيش. ابيض. اه والله يا جدعان يعني زعلت بصراحه. بس اتعلمت يعني والله يا جدعان. يعني بصوا، مفيش حاجه بتحصل غير يعني لسبب ما انت ما تعرفوش من الاخر. كل ما يحصل لك حاجه لعله خير، حصل لك حاجه اوحش لعله خير برضه. لما هو كده كده يا جماعه، انا لله وانا اليه راجعون. يعني ما هو يعني هو احنا في رحله. ايه رحله يا جدعان وهتخلص وهنطلع وزي الفل. المهم ان الرحله دي لما تخلص نبقى ضمننا اللي فوق، ملناش دعوه باللي تحت بقى. الناس اللي تحت دي عمرك ما تعرف ترضيهم يعني مهما عملت. لان يعني صعبه قوي يا جدعان فكره ان انت ترضي كل الناس اللي حواليك دي. مستحيله. هي مش صعبه، هي مستحيله. فالمهم ان انا الناس بقى اللي انت بتهمشهم او ان انت همشتهم، ما عشان ما هم مسمى تهميش. هو مسمى ان انت مطنشه. هي مطنشه.
الناس اللي انت همشتهم، الناس اللي انت مديهم بالجزمة حرفيا هم الناس اللي قالوا لك يعني فيهم برضه، عشان ما نقولش الكل يا جماعة، عشان انا مش هجمع بصراحة. فيهم اللي قالك كل سنة وانت طيب، والناس اللي هي القريبة منك بقى وبتاع، وبتشوفهم على طول ومش عارف ايه والحوارات دي، ابيض ابيض يا جدعان. عشان كده، وده اهم حاجة في الفيديو، حملة نظافة موت موت بقى. يعني ما بنهزرش يا جدعان، فكرة بقى النظافة والحاجات دي، لا لا، محتاجها بجد. نظف بقى الناس اللي ما قالوليش كل سنة وأنت طيب، وهيبقى حقي بصراحة. بس انا انا يا جدعان عقلي قد كده. انت ما قلتليش كل سنة وأنت طيب، انا اعمل لك فولو ليه؟ انا اعمل لك فولو عشان خاطر ايه؟ في اعيادك، في احزانك، في مش عارف ايه، اخش اشوفك اطمن عليك بتاع كده. بس في الطبيعي انا كده كده ما بخشش اطمن على حد، انا بكلم حد يا جدعان الصراحه. فيا جدعان حملة نظافة بقى موت. مسمى الفيديو ده يبقى حملة نظافة. خلاص انا اقتنعت. فيا جدعان عشان والله الواحد ما ناقص قرف، تمام؟ ما تقرفوش الواحد، عشان كده كده الصحة يا دوبك. وما تحاولش ترضي الناس، عشان مش هتعرف ترضيهم. وما تحاولش تعمل حاجة وتستنى من الناس رد فعل. ما تستناش من الناس حاجة. وايه تاني؟ وبس. يعني اتعلم تعيش لوحدك مبسوط بالدايرة اللي حواليك، الدايرة الصغيرة اللي حواليك، اللي هم بيبقوا 5 6. ده لو كانوا 5 6 يعني، على الدغري يعني، لو كانوا 5 6. مش بالنسبة لي أنا، بتكلم عامة. بس فنصيحتي اليوم، نظف الناس اللي حواليك، وما تحاولش ترضي الناس. ما تحاولش تستنى رد فعل من الناس، لأن الناس ما بتديش رد فعل غير للحاجة اللي فيها فلوس. ودول عيال مجانين اهي هناك اهي. وفي نهاية الفيديو أحب أقول شكرا لنفسي، شكرا لأهلي إن هم عرفوا يربوني. و... وندمان والله، ندمان شوية إن أنا اتربيت يا جماعة الصراحة. بس في ناس ما ينفعش معاهم الرباية. بس كده كفاية. السلام عليكم.